مساء الخير. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ مستر وليد الفراج مصمم ينكشنا كجمهور الاهلي، او بينكشنا انا بالاخص عشان انا بس ما بسكتش. طالع يقول لك ايه؟ ان الاهلي اخر مره غلب الاتحاد السعودي كان من 46 سنه، وغلبناهم 5-1 في مباراه وديه. انما مفيش مباراه رسميه جمعت الاهلي واتحاد جده غير لما اتحاد جده كان ليه الافضليه. معاك حق، اكيد يا باشا، حقك تاخده في السلوفانة كده وعلى صينية من ذهب. انت ليك الافضلية في 5 مواجهات رسمية. تمام. احترم المنافس اللي قدامك، عشان المنافس اللي قدامك مش اي حد، ده الزمالك، وهو موقوف القيد لاعب النصر اللي فيه كريستيانو رونالدو، والنصر هو اللي تعادل مع الزمالك. الزمالك لاعب الشباب، الشباب كسب الزمالك بالعافية. فمعلش يا كابتن وليد الفراج، ولا مستر وليد، ولا استاذ وليد، ولا يا حاج، يعني لما تتكلم وتذكر الانديه المصريه اذكرها كويس واتكلم عليها بشياكه، علشان احنا جمهور لو طلقنا عليكو صدقني هنكرهك في عيشتك. ملوش لازمه، لا الاهلي مش عارف ايه ولا الاهلي عامل ازاي. هقولها لك تاني، لا تأمن للاهلي حتى صافرة النهاية. يمكن ما سمعتهاش قبل كده، او ما سمعتهاش من المعلقين، او ما سمعتهاش مني امبارح فتيجي تسمعها تاني النهارده. لو انت كبير اسيا انا كبير افريقيا، ولو انتوا نمور فاحنا نصور، وخلاص. كلها ساعات على الماتش، كلها يوم، ونشوف لمين الافضليه. ان شاء الله الاهلي هيوريك الغرور دوت تطلعه ازاي، وتتكلم على الاهلي المصري ازاي. احنا بنرد في الملعب، عندنا لعيبة وجهاز فني يردوا عليكم في الملعب. احنا جمهور بينا وبين بعض بقى ايه على النت وعلى الحاجات، فاحذروا غضبنا عشان احنا غضبنا وحش. كابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك طلع بتصريح على قناة ام بي سي مصر وبيقول ان ازمة القيد هتتحل قريب جدا. والله يا كابتن احمد اتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، وان موضوع الازمه بتاعتكم ديت يتفك بقى قيد علشان تجيبوا لعيبه، ونشوف الدوري المصري بيشتعل تاني، غير بيراميدز اللي قاعد فوق وعمال يقول لك لو هفك الشوق. ما هو ده دلوقتي بيكلمني انا وبيكلمك انت كاهلي وزمالك. نادي الانابيب اللي لسه مولود من كام سنه بولاده قيصريه مستعصيه، وطبعا احنا عارفين الولاده دي اتعملت ليه، بقياده مين؟ تركي الشيخ، اللي هو عمال يصرف في السعوديه فلوس بالعبيط علشان نادي اتحاد جده يوصل للنهائي. كمان معانا احمد فتوح طلع قال كلمتين حلوين قوي، قال لك انا لا عايز العب في امارات ولا في سعوديه، انا مش عايز عروض خليج. لو في عرض من اوروبا فاوكي، مفيش عرض من اوروبا فانا هفضل في الدوري المصري. هل مجلس اداره نادي الزمالك هيرجع في كلامه زي المجلس اللي قبل كده ويشيل حتة عرض فتوح للبيع، ولا هل هيفضل على موقفه ومش هيحط فتوح في اي قائمة ماتش من الماتشات الجاية، ويفضل على موقفه ان هو عرضه للبيع؟ وهل العرض اللي للبيع دوت هيبقى زد ولا فيوتشر، ولا الاهلي لو تقدم بعرض رسمي، ولا ايه؟ عشان هي ما فيهاش كباري. فتوح هيخرج من الزمالك على اي نادي في الدوري المصري هيبقى بعرض رسمي متقدم من النادي ده للنادي الزمالك، حتى لو النادي الاهلي. بس كده، متنسوش اللايك والفولو والسبسكرايب والحاجات الجميله ديت. تصبحوا على خير.